4 تصرفات تزعج الزوج وتخليه يتضايق لدرجة انه ممكن يسيبها. اول حاجة الزن على الموبايل، لما مراتك تبعت لك في رسايل كل شوية على الموبايل ورا بعض وانت ما بتردش، ولما كمان ما تردش تبدأ تفرض ان انت بتعمل حاجة غلط او بتخونها. دي من الحاجات اللي بتضايق الزوج جدا. تاني حاجة الغيرة الزايدة، طبعا كتير قوي من الستات اللي بتغير على زوجها غيرة زايدة ومفرطة وبدون داعي، يعني بدون سبب او بسبب هي بتغير وهتخلق مشاكل من الموضوع ده، وده بيضايق الزوج جدا. تالت حاجة الست اللي عايزة تشارك جوزها في كل حاجة، اي حتة يروحها عايزة تبقى معاه فيها، اي حاجة بيعملها عايزة تعملها معاه. اتركيله المساحة الخاصة بيه، ومش كل حاجة فرض عليكي انك لازم تشاركيه فيها، لازم تسيبيله مساحته الخاصة عشان خاطر ما يتخنقش منك ولا يكره وجودك. رابع حاجة واهم حاجة بتزعج الزوج وبتضايقه جدا، وهي ان انت ما تبقيش شوافة، يعني تبقى انت شايفة الظروف والدنيا عاملة ازاي وتفضلي تطلبي في طلبات فوق طاقته وفوق حدود امكانياته. دي من اكتر الحاجات اللي بتضايق الزوج وبتزعجه. تجنبي ال4 حاجات دول عشان تسعدي بحياتك.